السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في قناتي. نتمنى اليوم تكونوا كاع بخير ان شاء الله. اليوم جبت لكم طاجين حلو بالتفاح بطريقه سهله واقتصاديه والطعم لا يوصف. راح يزين اي مائده ويعجب الصغير والكبير. تابعوا معايا خطوه بخطوه باش تشوفوا النتيجه كيفاش جات. فاخر. قبل ما نبدو ما تنسوش اللايك والمشاركه مع الاصدقاء لتعم الفائده. اذا اول حاجه جبت هنايا اناء تاعي ودرت فيه كميه من الماء وراني نحاول نعصر نص حبه تاع الليمون. هذه اول خطوه اللي غادي نديرها. من بعد غادي نجيب نقطع هذيك الليمونه ونخليها في الماء. كل ما درتي الليم كل ما احسن. نجيب التفاحه هنايا، انا استعملت هنايا تقريبا واحد 4 حبات. الوغ بعد ما غسلت التفاح تاعي راك تشوفوا هنا نقشر فيه نقلع على هذيك القشره. اذا كما فيديو السابق راني درت لكم مربى التفاح. انا هذه القشره في المربى التفاح ما رميتهاش. اللي ما شافتش الوصفه تدخل خلي لها الرابط في صندوق الوصف، لان هذه القشره الحمراء هي اللي تزيد في الاحمرار تاع التفاح. مربى التفاح عفوا. ولا كان صفر ما ترميش هذيك القشره الصفراء، ديريها مع المرقه الطيب، يعني مع لاصوص تاعنا الطيب. الوغ من بعد نقول لكم كيفاش ديروا هذيك القشور. من بعد نبدا نقلع هذوك الزوائد ونخلي هذاك العرق هذاك لازم نخليه اللي هو غادي يعطيني تزيين في الطاجين تاعي. اذا حتى هذه الوصفه بما ان رمضان على الابواب، يعني بسرعه الايام اصلا راهي تجري. خلي عندك سجلي عندك غادي تحتاجيه لشهر رمضان ان شاء الله، وخصوصا الايام الاولى. اذا كما كتشوفوا ايضا من تحت راني نقلع هذوك الزوائد. اذا كتشوفوا هنايا نقيتها كاع. من بعد تحكيها قبل ما تدخليها في هذاك الماء اللي درنا فيه ليمون. حكيها لان نعرفوا حنا التفاح بالخف يتاكسد مع الهواء، بما يكحلناش نحكوه مليح وتدخلي في داك الماء اللي درناه فيه الليم. ونكمل كاع الكميه تاع التفاح اللي راهي عندي وندخلها كاع في الماء. هذه اول خطوه اللي غادي نديروها. اذا هنايا التفاح تاعي انا كاع نقيته. هنايا جبت كميه تاع الزبيب ودرت هنايا كاس ودرت هذاك الماء هنايا. هذا ماء الزهر. حنا كيما هنا في تركيا ما عندناش ماء الزهر، مشكله. هذوك السوريين والعراقيين يبيعوا بصح ماشي كيما تاعنا تاع البلاد. يعني نجيب معايا هذا تاع الغبره ونخلطه مع الماء يبان لي كيما ماء الزهر. الوغ نخليه ينقع هذاك الزبيب في الماء تاع الزهر. الان نمر الى المرحله لتحضير الطاجين. جبت هنايا طاجين ودرت واحد نص مغرف كبيره ماشي بزاف تاع الدهان وزوج كيسان تاع الماء. الوغ الكاس اللي استعملتها لكم تشوفوا فيه تاع 220 مليلتر. الوغ زوج كيسان ماء وكاس تاع الماء الا اصبع تاع السكر. درت هذيك نجمه الارض وشويه قرفه، وهنا زدت لها شويه زعفران، ولا ما تبغيش الزعفران يمكن تضيفي شويه كركم. يعني هذا الزعفران فقط باش يعطينا هذاك اللون في الطاجين، يعني باش ما يجيناش الطاجين ابيض. اذا بعد ما يغلي ليه يذوب هذاك نحرك حتى يذوب السكر ويبدا يغلي. نحط التفاح تاعي يطيب. حنا نعرفوا ان التفاح بسرعه غادي يطيب لنا، يعني عندنا واحد 10 دقائق ربع ساعه يطيب. باش تعرفي باش يطيب ما تشوفيش بالخدمي، خاطش خدمي يمكن يكون طايب دخلي خدمي غادي تنحلك الحبه تاع التفاح. ديري غير كوردون وشوفي الى طابلك فقط. اذا هنايا راه طاب لي انا بعد 10 دقائق طاب لي، لان ديت حبات صغار واصلا التفاح ما يديش بزاف طياب. الوغ من بعد ما صفيت هذاك التفاح تاعي دوك غادي نصفي هذاك الزبيب تاعي ونديره يطيب. بالنسبه للزبيب من تشوفيه الزبيب نتفخ عرفي باللي صاير طاب. الزبيب تاعنا راه طاب اصلا، هو ما يديش بزاف اطيب. هنا شوفوا هنا المرقه جاتني انا حسيتها شويه خفيفه. الا تبغيها هكا خليها هكا خفيفه. انا نبغي لاصوص تاع الطاجين حلو تكون شويه ثقيله. الوغ زدت لها نص كاس تاع لاتاي ولا مغرف تاع السكر ولا زيدي، وزدت لها لافاني. هذاك السكر ضفته باش تجيني المرقه شويه ثقيله تاعها. اذا خليتها كما كتشوفوا هنا غير يبدا يدير الرغوه، معنى ان الطاجين تاعنا راه طاب والمرقه تاعنا راهي اتقالت. اذا بعد ما طاب لي الزبيب تاعي والمرقه تاعي تقالت طفيتها كما كنتم تشوفوا حبس من الغليان. دروك غادي نمروا للدغيسينغ. اذا حطيت بالنسبه للطبسي استعملت طبسي ريكتونغولار، وانت اي طبسي يكون عندك ما كاش مشكل. انا مهم تعطيك فكره. حطيت هذيك الحبيبه تاع التفاح تاعي ومن بعد نبدا نحط هذيك المرقه اللي طيبتها بالزبيب. اش غادي نقول لكم، طاجين روعه راقي تحطيه للضياف لرمضان، يعني ما شاء الله. طاجين وناجح 100%. جربيه واعطيني رايك في التعليقات.
اذا هنايا من بعد تجيبي شويه من ديك لاصوص تاعنا، تكبيها على التفاح. هو اصلا راه طيب حلو، غير فقط باش يعطي منظر رائع ويعطي ديك اللمعان. اذا من بعد تجيبي وريقه تاع النعناع، ديكوري بها هذاك التفاح. شوفوا المنظر ما شاء الله. ومن بعد هنايا حمرت شويه حبيبه تاع اللوز، وايضا زدته في التزيين، يعني زاده منظر رائع. وهنا زدت كملته بلي سوريس كونفيا، كنت تشوفوا الوان راها تشهي. اذا اش غادي نقول لكم، هذا هي الفيديو تاعي تاع اليوم. نتمنى الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك والمشاركه مع الاصدقاء والاحبه لتعم الفائده. الى فيديو اخر، مع السلامه، في امان الله.